يعني تكون يعني تشعر بالقوة حين يكون هنالك تجاوب بين الحكومة وبين الشعب وبين المجتمع، وحين يشعر المجتمع أنه ممثل حقيقة، ليس حين تكون الحكومة عاجزة حتى عن أن يعني تأتي وتشرح للمواطنين ما يقع، ويتهرب رئيس حكومتها من الأسئلة الشفوية، وإن حضر فبعد محاولة تحضير يعني الظروف له، والناطق برسمها لا يكاد يفيد شيئا، ووزيرها في العدل يختفي في النهاية ويدفع يعني مستشاره إلى آخره. يعني كل هذا يثبت أن الحكومة فقدت ثقة المجتمع، وإذ فقدت ثقة المجتمع فلا يمكن أن نسمح أن نرجع إلى حكومة يعني قوام حجتها يعني النفوذ والمال ومساندة بعض رجال السلطة ومحاولة شيطنة حزب العدالة والتنمية. هذه المحاولة ديال شيطنة حزب العدالة والتنمية واصلت إلى مداها، والناس يعني بدأوا يستيقظون من الغفلة ومن الوهم، وينتبهون أن كل ما كان يقال لهم عن العدالة والتنمية وعن أمينها العام إلى آخره، والذي هيأ للمؤامرة الأولى التي وقعت سنة 2016 ثم أدت إلى المؤامرة الثانية التي جاءت في 2021، كل هذا ثبت اليوم أنه يعني بدون جدوى، ما عنده نتيجة، لا نتيجة له، وأن الأحوال ليست يعني على ما يرام، وأن يعني الذي يقع الآن هو يعني تعمم السخط، ليس فقط في الطبقات الدنيا المسكينة التي أصبحت تعاني من الغلاء ويعاني منه الجميع لنقولها بكل صراحة، ولكن كذلك في الطبقات الوسطى وحتى في الطبقات يعني الميسورة. اللهم إن هذا منكر، اللهم إن هذا منكر. وفي هذه الظروف حزب العدالة والتنمية لا يمكنه أن يتخلى عن واجبه. الانتخابات غادية تكون في 2026، اللي يقدر الله سبحانه وتعالى يفوز فيها غادي يفوز فيها، ولكن نحن هذا واجبنا أن يعلم حزبنا أننا هنا وأننا موجودون، وأننا يعني ما نزال ولله الحمد سياسيا أحياء نرزق وعمليا أحياء نرزق، وأننا لن نتخلى عن وطننا ولن نتخلى عن القيام بواجبنا، وأنه يعني إذا كلفنا يعني مرة أخرى يعني سوف نتحمل المسؤولية بكل شجاعة، لأنه الظروف ما هيش ظروف ديال الاستمتاع وديال الفرح وديال إلى آخره. ولهذا أنا أريد أن أطالب من إخواني الذين يعني ينتسبون للعدالة والتنمية أن يهبوا إلى هذه الجموع العامة الإقليمية، وأن يعني يدخلوها بكل يعني يحضرها بكل حماس وبكل شجاعة وبكل تفاؤل وبكل مسؤولية وبكل تجرد وبكل استعداد للتضحية، بطبيعة الحال أن يؤدوا ما عليهم للحزب. وقد لاحظنا يعني حركية إيجابية في هذا الاتجاه، ويجب أن تكون عامة وكاملة إن شاء الله الرحمن الرحيم، وأن يعني يدخلوا ليشاركوا في مسؤوليتهم يعني في اختيار إخوانهم المندوبين، يعني الذين بطبيعة الحال يعني يختارون وفق يعني مسطرة معينة، ومنها أولا وقبل كل شيء أن يعلموا أنهم بطبيعة الحال يمكن أن يرشحوا من شاءوا من إخوانهم، ويمكن أن للإخوان أن يرشحوهم هم كذلك. يعني كل عضو في الجموع العامة يعني استوفى الشروط لكي يشارك فيها، يمكنه أن يرشح ويمكن أن يرشح، وأنه أي مسؤولية تتم عبر الانتخاب، منها مسؤولية تمثيل الأعضاء في المؤتمر الوطني. هؤلاء الإخوة الذين سوف يأتون إلى الجموع العامة هم الذين سيمثلون إخوانهم الآخرين الذين يحضروا إلى المؤتمر الوطني. بطبيعة الحال كنا نتمنى لو كان من الممكن أن يحضر كل الإخوة إلى المؤتمر الوطني أو معظمهم، هذا لم يكن ممكن، ولكن اقتصرنا على 1500 مؤتمر. ولكن هؤلاء 1500 عادة دائما يكون هنالك مندوبون
ينوبون عن الباقين إن شاء الله الرحمن الرحيم. وأن الانتخاب يتم وفق قاعدة الرأي حر والقرار ملزم، إذ يرشح أعضاء الحزب من يرونه مناسبا ويختارون بكل حرية ومسؤولية. بطبيعة الحال أنا ما نقول لكم صوتوا لا على زيد ولا على عمر، ولكن أطلب منكم أن تصوتوا على يعني أرجح الإخوان عقلا وأحسنهم التزاما وأكثرهم وفاء بالتزاماته للحزب وجدية وحرصا على شوف الإخوان باش تكون زعما الأمور واضحة بيناتنا. كيمكن لينا إلا بغيتي وكل واحد يمشي لدارو ويتوضا ويصلي ويمشي للجامع ويقرأ القرآن ويذكر الله ويقوم بالدعوة وكذا إلى آخره، ولكن هذه راها مسؤولية. والناس اللي كيقولوا للناس أنا ماشي سياسي وما كتهمنيش السياسة وما داخل حتى شي حزب، هادو ناس يريدون الاحتفاظ بالسياسة لأنفسهم لكي يستغلوا مخرجاتها، ومخرجاتها هي في الغالب مخرجات يعني مادية ومخرجات يعني مصلحية تذهب ضحيتها الأوطان. فها هي الديون تتكاثر على المغرب والبرامج المنافية للعقيدة وللمبادئ وللقيم وللأسرة التي هي عماد المجتمع يعني يضغط بها حتى من بعض المسؤولين في الولايات المتحدة يعني يساندونها. وما دخل المسؤولين في الولايات المتحدة بين المغاربة رجال ونساء بينهم في زواجهم وأولادهم يعني ما هذا الكلام. نحن عشنا معشر الأخوة الكرام 14 قرنا نحتكم إلى هذه المرجعية الإسلامية العظمى التي لا يوجد مثلها في الدنيا، ونحن سعداء بذلك ونريد أن نستمر على هذا يعني المسار وأن نهدي إليه بإذن الله تعالى باقي البشرية، لأن البشرية تعاني الأمرين. اليوم جاء خبر عن أن يعني مواطنا أمريكيا انتحر وهو طبيب قلب، انتحر بسبب يعني أحكام النفقة عليه على زوجته المطلقة وعلى أولاده. فهذا الشيء لا قدر الله إذا مشينا فيه سنصل إليه لا قدر الله. أن هذا المؤتمر، هذا الجموع العامة الإقليمية معشر الإخوة الكرام غادي يكون في هذا الانتخاب ديال المندوبين من خلال التصويت السري والديمقراطي. وبالمناسبة حزب العدالة والتنمية عنده يعني ديزاتو تيقولوا بالفرنسية، يعني نقاط قوة ولله الحمد. أول نقطة قوة فيه هي مرجعيته، هذه المرجعية الغريبة العجيبة التي أحدثت الأساطير عبر التاريخ. وأسطورة إخواننا اليوم في غزة وصمودهم هي أسطورة حقيقية. فكيف استطاع هؤلاء الإخوان يصمدوا؟ وكيف استطاعوا؟ وهذه المرجعية نحن نشترك معهم فيها، فهمتني ولا لا؟ ولا شك أنها إن شاء الله الرحمن الرحيم ستنتج في النهاية نصرا مؤزرا. طبعا ما نعيشه الآن هو صعب وثقيل علينا، ولكن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مرت عليه لحظات صعبة وثقيلة، فهمتني ولا لا؟ ولكنه صبر هو والصحابة رضي الله عنهم إلى أن نصرهم الله وفتح بهم الكون ونشر بهم الخير ونشر بهم الأمن ونشر بهم يعني الفضل في نصف الكرة الأرضية.